مساء الخير والجمال والحلاوة والطعامة والبامية التحفة بتاعتنا. الطعم حكاية أيا كان حجمها ايه، لأن دي طبعا مش زيرو زي ما احنا عارفين، يعني زي ما احنا متعودين كل مرة. دي بامية اللي هي الحجم المتوسط العادي، فيها كام واحدة كده زيرو بس مش كلهم بصراحة. طيب، أتكلم بقى عن مطبخي شوية بكل ثقة وأقول لك أنت ليه ممكن تختارني أنا وما تختارش مطبخ غيري. لسببين: أولا، أنا مش ببيع كل حاجة بنفس السعر، يعني استحالة البامية دي تتباع بنفس السعر البامية التانية اللي شفناها في فيديوهات مع بعض قبل كده. واللي وريتها لكم قد ايه صغننة، غير دي خالص. يعني بصوا، دي الواحدة واحدة وواحدة مش، فأكيد أنا مش ببيع كله نفس الموضوع، يعني مش نفس السعر. أكيد البامية اللي أنا بجيبها مثلا الكيس منها ب40 جنيه، مش هي اللي هبيعها اللي الكيس منها ب60 جنيه وب70 جنيه مثلا يعني. وبرضو البامية البشاير اللي بتبقى طالعة في أول الموسم بتاعها مش هتتباع زي البامية اللي هي أصلا بيبقى حلها إنها تتعمل ويكا، ملهاش حل غير كده. ففي اختلاف بين دي وبين دي. طب أنا بعمل إيه؟ عاملة لكل مقاس سعر، يعني ده سعر، والأصغر منه سعر، والصغنن خالص خالص سعر، والكبير سعر أقل حاجة فيهم، لأن هو بيبقى أرخص حاجة فيهم وأنا بشتري. تمام كده؟ طيب، ده أول حاجة تقولك إن المكان ده محترم وفيه أمانة. طب إيه تاني؟ الوزن. إحنا حاطينه طبعا في علبة مايكروويف. تمام كده؟ العلبة دي ليها وزن. كل الاماكن، مع احترامي للشركات الكبيره والاماكن الكبيره، لما بيجوا يبيعوا لي حاجه السعر شامل الوزن بالتغليف. يعني الطبق واخده نص كيلو، في الطبق مثلا وزنه 20 جرام 30 جرام، محسوب لي من ضمن الوزن اللي انا واخداه. لا، انا عندي العلبه دي 23 جرام، لما نيجي نحط العلبه دي دلوقتي على الميزان وده كيلو باميه، هيبقى كيلو 23 جرام. فهمتوا النقطة دي؟ يعني أنا عندي التغليف مش من ضمن الوزن، الوزن حاجة والتغليف حاجة تانية. أو بمعنى أصح، بصفر الميزان. الناس اللي بتستخدم الميزان هتفهم. البتاع الكرة دي إيه؟ الكرة دي ليمونة، هبعتها مع الأوردر ده، عشان في ناس بتحب تحط على البامية ليمون. براحتها طبعا، مش أنا اللي بعصر الليمون، أنا بخلي العميل هو اللي يرتب القصة دي بنفسه.